اهلا بيكم. النهارده هوريكم طريقتي في عمايل المحشي المصري بكل تفاصيله، خلطته، بهاراته، تكاته، بكل حاجه. لو انت محترفه تابع الفيديو للاخر، لعل وعسى تلاقي معلومه جديده تضيف للمحشي بتاعك. ولو انت مبتدئه في المطبخ تابعيني برضو، ان شاء الله هتبقي زي المحترفين في المحشي، هيطلع معاكي مظبوط من اول مره. لو انتم عندكم كمان تكات في المحشي غير اللي شفتوها معايا في الفيديو، ممكن تكتبوا لي في الكومنتات. كلنا هنا بنستفيد من بعض. يلا نبدأ بسم الله ونشوف اول حاجه الخضار بتاعنا. عندي هنا خضار انا جهزته قبل الفيديو طبعا، وقورته ونضفته كويس جدا. عندي بتنجان ابيض واسود، وعندي كوسه، وعندي فلفل الوان، وكمان عندي فلفل اخضر بلدي. طبعا الكميه دي كميه كبيره شويه، انت ايا كان الكميه اللي انت هتعمليها انا هقولك في الفيديو. يعني كل كيلو من اي نوع من الخضار ياخد قد ايه رز، وياخد قد ايه صلصه، علشان تطلعي محشي مظبوط ان شاء الله من اول مره. بس دلوقتي فلاش باك كده على الخضار بتاعنا، نشوف حضرناه ازاي. بنبدا بالكوسه، لان الكوسه بيبقى فيها مشكله بالذات مع المبتدئين. تختاري الكوسه لا هي رفيعه قوي ولا هي تخينه قوي. الرفيعه ممكن تفتح معاكي وانتي بتقوريها، والتخينه بتبقى يعني مش لطيفة يعني. تمام. بتبقى بالمنظر ده. بتشيلي الجزء اللي من تحت ده بالراحة خالص، يعني ما تقطعيش من الكوسة، حاولي يعني. وبتشيلي الجزء اللي من فوق بالسكينة، وبالجانب المشرشر من المقوار أو بأي سكينة مشرشرة بتبدأي تعملي خطوط في الكوساية، ودي خطوة اختيارية، هي شكل يعني مش أكتر. بالنسبة للمقوار أنا عندي نوعين: النوع العادي الأزرق ده العادي المتعارف عليه، والنوع دوت الحلزوني ده بيبقى خاص بالكوسة. أنا في الكوسة بستخدم الاتنين يا جماعة. لما تيجي تقوري الكوسة بتسيبي مسافة كده قد حوالي نص عقل الصباع، وبتظبطي مستوى صباعك كده من فوق على المقوار، وما تدخليش في الكوسايه بالمقوار اللي بعد مستوى صباعك، علشان الكوسه ما تفتحش معاكي من تحت. بتبداي بالمقوار الحلزوني، بتنزلي يعني بتدخلي بيه في نص الكوسايه بالظبط، وبتبداي تلفي ايديكي الاتنين عكس بعض، وبتشيلي لب الكوسايه كده بالمقوار الحلزوني. انا بستخدم زي ما قلت لكم المقوارين، يعني الحلزوني والعادي. بشيل القلب بالمقوار الحلزوني، والجوانب يعني بظبطها كده بالمقوار العادي. الكوسه يا جماعه ما تترهفش قوي، يعني ما تبقاش رهيفه قوي الجدران بتاعتها، وكمان ما تبقاش سميكه قوي علشان تشيل معانا شويه كده حلوين من الرز. بتبقى بالمنظر اللي انت شايفاه معايا دوت. ده بيبقى شكلها. بتنزلي بيها بقى في ميه بملح علشان ما تصفرش معاكي لحد لما تخلصي كل الكميه بتاعتك. هنيجي بقى لتاني حاجه معانا، وهي الفلفل البلدي والفلفل الالوان. الفلفل البلدي ده عندي فلفل بلدي وفلفل الوان. الفلفل الالوان بتختاريه ميبقاش كبير قوي، يعني علشان ما يشيلش معاكي كميه رز كبيره قوي، يبقى طعمه مش حلو يعني. بنيجي بقى للفلفل البلدي، بنشيل الجزء اللي من فوق دوت اللي هو الغطا كده. تمام. وبنشيل البذر. تمام. وبنحتفظ بالغطا مش بنرميه، لاني انا طبعا الفلفل بوقفه في اثناء التسويه، فبغطيه كده علشان الرز ما يخرجش منه. بحتفظ كده بكل غطا فلفلايه جواها علشان ما يتوهش منها واحنا بنحشي. كل واحده عملتها وظبطتها يعني، وشيلت الغطا بتاعها جواها. ونفس الموضوع بنعمله في الفلفل الالوان. بالنسبه للفلفل الالوان لو حابه تعمليه من النص، يعني ما تفتحيش كده زي ما انا فتحت، براحتك. عايزه تفتحي زي ما انا فتحت كده داير ما يدور، برضو براحتك. الاتنين ينفع والاتنين ماشي حالهم. بتنفضيه كده من البذر، وبتحتفظي بالغطا بتاعه جواه كده. وبنيجي بقى ل تاني حاجة أو تالت حاجة معانا، وهي البتنجان. أنا عندي بتنجان أسمر مقاسين صغير وكبير. لما تيجي تختاري البتنجان بقدر الإمكان يا جماعة اختاروه لا طويل قوي ولا قصير قوي، وكمان اختاروه ستريت يعني مستقيم، مبقاش فيه تقويسة. لو حصل وكان فيه تقويسة زي ما انت شايفة كده، لما تيجي تفتحيه بالسكينة من فوق ما تفتحيش من فوق قوي، لا انزلي بمستوى السكينة تحت شوية، بحيث تتخلصي كده من التقويسة قدر الإمكان، لأن البتنجانية لو مقوسة هتفتح معاكي أثناء ما بتقوريها. بنشيل الجزء اللي من فوق دوت، وبنبتدي بقى بالمقوار العادي بنشيل قلب البتنجانية كله. البتنجان بنشيل كل القلب بتاع البتنجان من جوه، بيبقى بالمنظر اللي انت شايفاه دوت. بغسله كويس طبعا قبل ما احشيه على طول. يعني البتنجان ما ينزلش في الميه الا قبل الحشو على طول. لو انت هتحشي البتنجان من قبلها هتقوري البتنجان من قبلها بيوم، لا ما تغسلوش، اغسليه قبل الحشو على طول، لانه هيشد معاكي اثناء التسويه ويجلد، وده عن تجربه.
تمام. وده البتنجان الابيض. انا طبعا هنا كنت خلصت التقوير وكنت على طول هحشي يعني، تمام. بس انا عملت لكم فلاش باك كده بالفيديو، تمام. هنيجي بقى للتسبيكه بتاعتنا. التسبيكه الجميله دي هوريكم انا عملتها ازاي. المحشي يا جماعه يعني التسبيكه بتاعتك لو مظبوطه، طعمها حلو، قوامها مظبوط، المحشي بتاعك هيطلع جبار ومظبوط من اول مره. طبعا المحشي يعني البصل الكتير بيسكر خلطة المحشي معايا. انا هنا عاملة حوالي كيلو وربع من الرز، بستخدم لكل كيلو من الرز حوالي 4 بصلات كده حلوين، يعني مش كبار قوي ومش صغيرين قوي، متوسطين. انا هنا عندي 7 بصلات من الحجم اللي قلت لكم عليه للكيلو وربع من الرز. باخد حوالي ربع كمية البصل وبركنها كده على جنب. الاول بنزل عليها بشوية كده من الملح صغيرين كده علشان بس البصل يعني ما يغيرش لحد لما نخلص التسبيكة، لان الشوية دول بيفضلوا مدة طويلة يعني. يفضل في المرحلة دي الشوية اللي انت عملتيهم دول تشيليهم في الفريزر وتحطيهم لحد لما تخلصي تسبيكة المحشي بتاعك. وده باقي كمية البصل اللي عندي هنزل بيه في الحلة. في حلة كده على النار هنزل بحوالي كوباية الا ربع من الزيت، وهنزل عليهم بمعلقتين من السمنة البلدي. الزيت بيدي لمعة حلوة قوي للمحشي، وبيدي كان بيخلي الرز مفلفل وجميل، والسمنة البلدي بتدي طعم حلو لتسبيكة المحشي. ما نستغناش عن الزيت في المحشي يا جماعة، ولكن ممكن نستغنى عن السمنة البلدي لو مش متوفرة، ولكن لو متوفرة بتديني طعم حلو قوي لخلطة المحشي. بتنزلي بالبصل كده بتاعك على المادة الدهنية لما تسخن، تقلبي فيه لحد لما لونه يشف ويدبل معايا. انا مش عايزة البصل يلون خالص معايا ولا يتكرمل. في المرحلة دي بنزل كده بكام فص من الثوم مفرومين، والخطوة دي اختيارية. في ناس كتير ما بتحبش الثوم في خلطة المحشي، فأنا بقول أهو يعني الخطوة دي اختيارية، ولكن لو بتحبيها ضيفي الثوم. والثوم ده كان عندي متفرز، بقلبه كويس جدا كده مع البصل. ولو أول ما أشم ريحة الثوم كده وريحته تطلع، بنزل على طول بعصير الطماطم. ده لتر من عصير الطماطم هنزل بيه على البصل. لو انت هتستخدمي انا هستخدم هنا عصير طماطم وصلصه متفرزه. لو انت هتستخدمي عصير طماطم فقط، يفضل تنزلي بكام معلقه كده من الصلصه الجاهزه الاول على البصل، وتسيبيها كده تتسبك في البصل. بعد كده بتضيفي عصير الطماطم. ولكن انا بما اني هضيف صلصه متفرزه، ضفت عصير الطماطم الاول يتسبك ياخد مستوى الصلصه زي ما انت شايفه كده، وبعد كده بنزل بالصلصه بتاعتي على عصير الطماطم بعد ما يتسبك، وبسيبهم هما الاتنين ياخدوا ويدوا كده مع بعض على النار لحد لما تتسبك خالص بقى، لان الصلصه بتاعتي مش متسبكه تسبيك نهائي يعني، تمام. هنزل دلوقتي بالبهارات، معلقه كبيره من الكزبره، معلقه كبيره من الكمون، وهنزل كمان بمعلقتين صغيرين من الملح، ورشه من السكر، وكمان معلقتين صغيرين من السبع بهارات. ولو عندك طبعا فلفل اسود، انا للاسف ما كانش عندي في اليوم دوت طبعا ضيفي فلفل اسود. بنضيف للكميه دي حوالي معلقه صغيره من الفلفل الاسود. بقلب كل الحاجات دي كلها مع بعض. وعايزه اقول لك ان انا كل كيلو من الرز بضيف له حوالي من 6 كوبايات ل 8 كوبايات من الكوبايات المعياريه من عصير الطماطم. يعني كل كيلو رز بياخد معاكي من لتر ونص للترين من عصير الطماطم، علشان الخلطه بتاعتك تبقى حمرة كده وتبقى جميله. بتخلي الصلصه بتاعتك تتسبك خالص خالص، مش عايزه اي ميه في التسبيكه يا جماعه، علشان الرز مش مي معانا واحنا بنحشي، تمام. بنزل بيها في بوله كده، بسيبها تهدى كده الاول، تهدى يعني مش لازم تبرد قوي. ما نضيفش الخلطه سخنه قوي على الرز. عبال ما الصلصه بتاعتنا تهدى بتجهزي بقى الخضره بتاعتك. الخضره كانت عباره عن شبت وكزبره، تمام. وده البصل اللي احنا عنا في التلاجة، خرجته. هضيف عليه شوية من البهارات، نفس البهارات اللي انا ضفتها على الصلصة هي نفس البهارات نفسها هضيفها على البصل، وافضل ادعك فيه. الحركة دي بقى يعني هي اللي بتفصل، يعني اللي بتفرق نفس واحدة عن نفس في المحشي يا جماعة، بتدي نفس رهيب لخلطة المحشي. ادعكي معاها كمان الخضرة. نيجي بقى للرز. الرز بتاعك بتبقي غسلاه قبل ما تضيفيه على المحشي على طول، يا دوب بس يصفي الميه بتاعته، ما تغسليش الرز وتركنيه بعد كده تنزلي بيه في الخلطه، لا بيتكسر اثناء الحشو يا جماعه. لا، نغسل الرز ونسيبه يتصفى وبعد كده ننزل بيه على الخضره وعلى البصل. ودعكي بقى يعني دعكي على قد ما تقدري في الخطوه دي. البصل يتشرب من الخضره، طعم الخضره، ويتشرب كده من طعم البصل، هتاكلي احلى محشي وهتدعي لي ان شاء الله. زي ما قلت لكم، اللي عنده تكه حلوه كده في عمايل المحشي يكتب لنا تحت في الكومنتات. دلوقتي بنزل بالبصل بالصلصه بتاعتي.
وبفضل اقلب كده الخلطه دي كلها مع بعض، واحلى خلطه محشي ممكن تاكليها في حياتك. الخلطه كده عندي جاهزه، وهنبتدي بقى نحشي المحشي بتاعنا. انا هحشي معاكم كام واحده كده، وهكمل بقيه المحشي طبعا بتاعي على جنب يعني مع نفسي. وبعد كده هنشوف التسويه. بالنسبه للبتنجان، بتنزلي بقى بالرز بتاعك في قلب البتنجانيه، بتزقي كده بصبعك لتحت، تمام، علشان تفضي مكان كده للرز من فوق، تمام. الرز في البتنجان يا جماعه مبيبقاش مضغوط قوي، يعني يبقى متهوي كده، يبقى متهوي مش مضغوط، تمام. ويبقى مستوى الرز في البتنجانيه يعني ناقص حوالي نص عقله صباع، نص عقله صباع زي ما انت شايفه كده، والرز يبقى مهوي. بتنفضيها كده من اي رز زياده، وبتشوفي بقى بعد كده. هنشوف الكوسه بنعملها ازاي. هركنها كده على جنب ونجيب الكوسه. بالنسبة للكوسة، الكوسة طبعا برضو مستوى الرز فيها بيبقى نفس مستوى البتنجان، ناقص نص عقلة صباع من فوق. الكوسة بتبقى ناشفة أثناء ما انتي بتحشيها، فلما تيجي تنزلي الرز كده اخبطيها على كف ايدك كام خبطة كده، علشان هتلاقي تبصي تلاقي الرز نزل معاكي من تحت وفضى معاكي مكان فوق. تبتدي بقى تملي بقى للمستوى اللي قلتلك عليه، اللي هو الكوسايه كلها بتبقى مليانه بس ناقصه نص عقله صباع من فوق. بتنفضيها كده من اي رز زياده، وتكملي الحشو بتاعك. بالنسبة بقى للفلفل الأخضر أو الفلفل الألوان، أنا طبعا علشان الفلفل بيبقى مفتوح كده من فوق، بخاف الرز يخرج أثناء التسوية، فبضغطه كده بإيدي. يعني الفلفل بضغط الرز عكس البتنجان وعكس الكوسة، ولكن من فوق كده بسيب حفرة كده، بعمل زي حفرة كده علشان أدي أسمح للرز إن هو يعني لما يستوي كده يزيد، بيبقى فيه فراغ كده يعني يزيد فيه، تمام. بغطيه كده بالغطا بتاعه، وبعمل نفس الحكاية في الفلفل الألوان. عايزه اقول لك كل كيلو من الفلفل سواء اخضر او الوان بياخد كوبايه ونص من الكوبايات المعياريه من الرز. وكمان البتنجان كل كيلو بياخد كوبايه ونص من الكوبايات المعياريه من الرز. اما الكوسه فبتاخد كوبايه واحده بس لكل كيلو من الكوسه. يا جماعه الكوسه ما بتاخدش رز كتير. انا جهزت كده كل كميه المحشي بتاعتي، وهنبتدي بقى نشوف التسويه. انا هسوي جزء في الفرن وهسوي جزء في الحله على النار، ولكن انا لو سالتوني شخصيا يعني انا بفضل المحشي اللي في الفرن يا جماعه، بيبقى طعمه جبار، ويعني لا يضاهيه اي محشي تاني. يعني حتى اللي على النار بيبقى حلو بس اللي في الفرن بيبقى احلى. بتبتدي بقى ترصي الكوسه بتاعتك والبتنجان ورا بعض ورا بعض، تعشقيهم في بعض كده علشان الرز ما يخرجش بره منهم. والفلفل بترصيه كده واقف، وبتغطيه بالغطا بتاعه. والفلفل البلدي بتوقفيه وقف وقف، لو ما وقفش كده بتسنديه على الكوسه بتاعتك. بتكملي رص بقى المحشي كله، وبعد كده بتنزلي عليه بالشوربه او اللي احنا بنسقي بيها المحشي، واللي احنا هنشوف هنعملها ازاي. بالنسبه بقى للمحشي اللي في الحله، بتجيب الحله بتاعتك. البتنجان يا جماعه بيترص في الحله وهو واقف، فبتميلي الحله بتاعتك، بتخلي حد يمسكها لك كده، او بتسنديها على الغطا، او تمسكيها انت بايد وترصي بايد، ايا كانت الطريقه يعني. وبترصي البتنجان بتاعك واقف لحد لما تخلصي كل الكميه. انا فضل معايا البتنجان الاسود شويه كده منه الطويل، سويته في الحله، تمام. وشويه كده من الفلفل الاخضر هسويهم الاتنين مع بعض في نفس الحله، تمام. هنشوف بقى الشوربه اللي احنا هنسقي بيها المحشي. انا كانت عندي دي شوربه فراخ بلدي، هضيف عليها معلقتين كده كبار او حلوين من الصلصه. والشوربه طبعا لازم تكون سخنه يا جماعه، ما ينفعش نسقي المحشي بشوربه بارده. بقلب كده الصلصه في المحشي في الشوربه بتاعتي، وبنزل عليها كمان بشويه من الزيت. الزيت بيدي لمعه برضو للمحشي، بيخليه لامع كده مش مطفي. حابه تضيفي زيت ضيفي، حابه تضيفي سمنه بلدي ضيفي اللي متوفر عندك. قلبيه كده كويس، وكده الشوربه اللي هتسقي بيها جاهزه. هنيجي بقى لمستوى الشوربه، واللي ناس كتير بتتلخبط في الموضوع دوت. مستوى الشوربه يا جماعه بيبقى يعني شفتي الكوسايه كده، ركزي لي في الكوسايه كده. مستوى الشوربه بيبقى نص فوق نص مستوى الكوسايه، او تلتين مستوى الكوسايه، يعني بيبقى الكوسايه كده باين منها جزء. وبتقيسي بقى بقيه الكميه على مستوى الكوسه. ده بيبقى مستوى الشوربه. بنغطيها طبعا بورق فويل، وبعد كده بورق زبده، وبعد كده بورق فويل.
تمام. تحكمي اغلاقها، وطبعا بتكوني مشغله الفرن بتاعك من قبلها على اعلى حراره. تمام. الفرن بتاعك يسخن كويس جدا، وبتغطيه كده زي ما قلت لك بورق زبده، وبعد كده بورق فويل، وبتحكمي اغلاقه كويس جدا عشان مش عايزه البخار يخرج منه، وبتحطيه في الفرن على الرف اللي فوق اللي تحت الاوسط، تمام، على حراره عاليه لمده ربع ساعه. بعد كده بتهدي الحراره على 180 لمده ساعه ونص. نيجي بقى للتسويه في الحله. انا ضفت الشوربه كده يعني مش مش كتير، يعني فوق مستوى الفلفل بشوية، تمام. المحشي في الحلة بيدخل على نار عالية لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة. بعد كده بتهدي النار عليه شعرة، بيقعد معاكي حوالي 50 دقيقة على النار وبيبقى جاهز. بتخرجي الفلفل لو استوى الأول، وبعد كده لو البتنجان احتاج معاكي شوربة تاني بتضيفي له شوربة سخنة. ده محشي الفرن خرج معايا اهو، مظبوط جدا يا جماعة، ومستوي من الآخر زي ما انتم شايفين كده. مستوى الرز في الكوسايه مظبوط جدا، وكمان المستوى الرز في الفلفل برضو مظبوط جدا. احلى محشي ممكن تاكليه في حياتك. وده كمان محشي الحله برضو مظبوط، يعني حاجه من الاخر. مستوي طبعا زي ما انتم شايفين، واللمعه اللي فيه دي بتبقى من الزيت اللي احنا ضفناه في الشوربه اللي احنا سقينا بيها المحشي، تمام. بتقدميه بقى وتاكليه بألف هنا وشفا. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد من قناتي. اشوفكم في فيديو جديد تاني قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.